النادي الاهلي يتعادل مع انبي سلبيا مش هتعصب، لا مش هتضايق ولا هتعصب ولا احاول احرق دمي. ليه؟ عشان شويه علوق مع مدير فني على الله حكايته، مدير فني لا يليق باسم النادي الاهلي. هفضل اقولها، انا مش مقتنع بيك، مش شايفك بتقدم كوره، مش شايف عندك حلول، مش شايف ليك قرايه في الملعب وليك نظره في الملعب. قلتها في فيديو الماتش المصري اللي فات لما خرجت عمر كمال والسوليه والشحات ونزلت خالد عبد الفتاح واكرم وقفشه، قلت لك هتودي امام وينج. الكلام ده كان في ماتش المصري. قلت خايف تبقى ده اسلوب لعبك بعد كده، ان احنا خلاص مفيش حلول في الاهلي، فامام هيبقى الوينج، هيبقى بديل لحسين الشحات. وقد كان بديل اللي بيه بماتش انبي. انا عايز اعرف بديل اللي بيه امام وينج ليه؟ امام نسي المركز ده، بديل اللي بيه وينج ليه؟ كوكا ايه اللي في الملعب ده؟ مين كوكا ده؟ ايه اللعيبه اللي في الاهلي دي؟ ايه الاداء ده؟ انا مش قادر اعمل باصتين ثلاثه في نص ملعب انبي.